تقترب من الحدوث لتقلب كافة الموازين الفلكية. فنقلا عن تقارير إعلامية دولية نشرتها وكالة ناسا الفضائية تفيد بأن الشمس اقتربت من أن تشرق من مغربها، خبر نقل من خلاله تحذير خطير لسكان كوكب الأرض من اقتراب انقلاب الحقل المغناطيسي الأرضي، والذي تأكد انخفاضه الآن بمعدل 5% كل 10 سنوات فقط، عوضا عن 100 سنة في السابق، وهو ما ينذر بكارثة في القريب العاجل ستختفي معها التكنولوجيا كما نعرفها اليوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. صحيح البخاري. ينام الناس، وفي وقت صلاة الصبح يستيقظ الموحدون لصلاة الفجر ويخرجون إلى بيوت الله يصلون الصبح ثم يعودون، ولا زال الليل مخيما بظلامه، ويخرجون لصلاة الظهر ولا زال الليل مخيما بظلامه، وفجأة يشهد أهل الأرض في الأرض كلها آية عجيبة من علامات الساعة الكبرى، تلك الآية التي تؤذن بتغير أحوال العالم العلوي كله، ألا وهي طلوع الشمس من مغربها، فتطلع الشمس من مغربها، فلما يراها الناس يعلنون إيمانهم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.